السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا هانيين ان شاء الله وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نشاركوا معكم الدجاج بواحد التتبيله خطيره وخطيره بزاف، وبلا زيت بلا زبده بلا حتى شي حاجه. هاد الاعشاب المنسمه اللي غادي نديرو في هاد الدجاج، الا جربتوها البنات راه غادي تعجبكم صراحه، وكيطيب في الفران. نتمنى تتبعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه وتشوفوا شنو غادي نحتاجو. طبعا هاد التوابل راهم كيتباعوا في السوبر مارشي، ما كنصايبوهمش في الدار، كتلقاو كيس جاهز. كاين ديال اللحم، كاين ديال الدجاج، كاين ديال السمك. وهذا الكيس هذا كتلقاو فيه التوابل مخلطين، يعني فيهم ملحه فيهم كل شيء، وكيف قلت لكم راهم رائعين وكيجيبوهم الدجاج لذيذ بزاف. وكنلقاو معاهم هذا الكيس الغذائي اللي كتشوفوا دابا معنا. هذا الكيس راه يعني غذائي، ماشي بلاستيك اللي كيضر ولا شي حاجه. هذا خاص بالفرن، يعني كيدخل الفرن وما كيتقطع ما حتى شي حاجه، ما كيدوبش. فنتوكلوا على بركه الله. هنايا خدينا الدجاج درناه في داك البلاستيك الغذائي، وغادي نزيدوا عليه الاعشاب المنسمه اللي قلت لكم صافي، وغادي ندخلوه الفران يطيب. وما يحتاجش اننا يعني نتبلوه ونخليوه 4 سوايع ولا ساعه ولا هذا، راه ممكن يعني نوجدوه بالزربه وندخلوه الفران بالزربه، يعني كتجي فيه النكهه واللذه ديال هاد الاعشاب. صافي نتوكلوا على بركه الله، ونتمنى تتبعوا معنا الفيديو باش تشوفوا الطريقه. نخليكم مع الفيديو. وغادي نرافقوا الدجاج بسلطه الكينوا. هنا عندنا ميكس كينوا كنعبرو. طبعا كنديروا كاس، طبعا داكشي اللي عبرنا به يا كاس يا زليفه. كنديروا هكا واحد ديال الكينوا، وكنديروا جوج ديال الماء بارد. صافي دابا غادي نزيدو شويه الملحه، وغادي نحطوها فوق النار. كيف كتشوفوا معنا هي راه دغيا كطيب. ملي كتنشف هكا من الماء صافي كنطفيو عليها وكنخليوها تبرد. الكينوا البنات كيف كتعرفوا راها صحيه وفي نفس الوقت كتجي لذيذه في لي سالاد. بالنسبه للدجاج ها هو تقريبا طاب. كيف كتشوفوا البلاستيك راه ما كيتقطع ما حتى شي حاجه. صافي وفاش كيطيب راه هذا هو الشكل ديالو، كيجي كيف بحال الا مبخر صراحه، ما كيجيش اللحم ديالو قاصح، كيجي فتي وكيجي رطب. والنكهه ديال دوك الاعشاب راه كتجي رائعه بزاف. من بعد ما بردات الكينوا دابا غادي نخلطوها. كيف كتشوفوا راه هذا هو الشكل ديالها فاش كتبرد. حنا هنا غادي نديروها بالخضار. عندنا هنايا الخيار، مطيشه، البصله. البصله كيف عارفين البنات الا كان الواحد غادي يقدمها ديك الساعه ممكن يدير البصله، ولكن الا كنتو غتخليوها يعني حتى من بعد فمن الاحسن ما نديروش البصله لان الريحه ديالها كتكون مجهده. هنايا عندنا الجبن فيتا كيف كتشوفوا، وعندنا سوريمي
لي كورنيشون والذره والطون. راه ممكن الواحد يزيد كروفيت، ممكن اي حاجه متواجده كتجي فيها زوينه صراحه. صافي غادي ناخذ شويه ديال زيت الزيتون، عفوا البنات نسيت ما قلتش لكم شويه ديال المعدنوس، ها هو زدناه. درنا زيت الزيتون، غادي نزيدو عليه الحامض، شويه ديال البزار، والملحه. طبعا الملحه ما نكتروش لان الجبن مالح، وحتى في الكينوا فاش طيبناها درنا فيها الملحه. هنا كنزيدو 2 معالق عامرين مزيان ديال المايونيز. صافي كنحركو شويه وكنزيدو تقريبا معلقه صغيره ديال لا موطارد. الا جات خاطره كنزيدو شويه ديال زيت الزيتون. صافي كنحركو الكل وكنخلطو السلطه ديالنا. كيف كتشوفوا هي واجده. وهنايا خدينا هكا يعني شويه ديال الخضار، غادي نرافقوهم حتى هما لهذا الطبق هذا. وهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر بوصفه جديده، وما تبخلوش علينا بلايك. مع السلامه.